هذا رائع. لنرى إن كان هناك أي ذهب مخفي. زاهي، أرى حفرة فارغة فحسب. ماذا أفعل؟ أريد منك أن تقدم بيانا الآن. حسنا. أحتاج إلى بيان. يا زاهي، لا يوجد شيء هنا. جيمي، سوف تصنع التاريخ. أهناك طريقة أفضل لصنع التاريخ غير ترك رسالة للمستقبل؟ كم ستبقى الورقة محفوظة هنا؟ لآلاف الأعوام. حقا؟ سندونها الآن. هل يمكننا دفن لعبة سوارم الذهبية؟ هذا مثالي. تساوي 10,000 دولار. حقا؟ هذا للمستقبل. أجل، نظريات المؤامرة على الإنترنت كانت صحيحة. أبو الهول يحتوي على الذهب الآن، وذلك بفضل أندر لعبة سوارم بالعالم بأسره. أثق بأنكم لن تسرقوا هذا الذهب. يا رفاق، أتساءل عما كان يفعله الآخرون حتى سمعت ذلك الصوت من فوقي. أتسمع صوت المروحيات؟ لا أصدق أننا نفعل هذا. بطريقة ما أقنع رفاق الجيش والحكومة المصرية بالسماح لهم بالطيران بمروحيات، بينما كنت أنا وزاهي نكتشف أبا الهول. يوم رائع. أروع جزء من هذه التجربة لم يرى بعد. حين تأخذنا إلى قمة الهرم الأكبر سنعرض أشياء على الكاميرا لم تعرض من قبل. أشياء مذهلة دون أي حرق. ستزداد الحلقة إثارة كلما تقدمنا. وقبل تسلق قمة الهرم فكرنا ما أفضل وسيلة للبحث عن أسرار مخفية من مكان لا يذهب إليه أحد تقريبا. رامي، أين نحن؟ نحن عند مقبرة إيمري. إنها أحد الأماكن التي يعد الدخول إليها غير قانوني تماما. افتتحها أنت. قبل أن ندخل، من المهم جدا ألا تلمسوا هذه الجدران. واضح نولان؟ واضح تماما. من الأفضل أن تبقى هنا. مهلا يا ملوث الجدران. لن ألمس الجدار. ملوث الجدران. أنت لامس الجدران. لامس الجدران. أنت أيها المهمل. أوه. جاهزون؟ أجل، ظننت أنني رأيت أروع الأمور، لكن ما كان بوسع شيء أن يجهزني حتى رأيت هذه المقبرة. أوه، تعالوا إلى هنا. يا إلهي. أوه، هذا جميل. كان هذا قبر الكاهن الأكبر، ما يشبه البابا بالعصر الحالي. لا يسمح لأحد بالدخول هنا، فالألوان قد تتأذى بعد أن صمدت 4600 عام. 4600 عام؟ نعم، 4600 عام. إنها في كل مكان. واو. هذه المقابر قد تكون أهم من الأهرامات لنا، فهي تشرح الحياة اليومية للمصريين. هذا هو المكان الذي اكتشفنا منه كيف كان المصريون القدماء يصنعون النبيذ. حقا؟ إنهم يدهسون العنب هنا، ثم تتم تعبئة النبيذ بالقوارير. هذا كفيديو على اليوتيوب، لكن قبل 5000 عام. إنه فيديو تعليمي. هذه أجمل غرفة دخلتها في حياتي. كارل، هناك المزيد هنا. عجبا، ما كل هذا؟ إنهم المصريون القدماء الذين يقدمون القرابين، يقدمون الأرض المقدسة والجعة للكاهن الأكبر إيمري. كيف كان سيتفاعل الكاهن الأكبر لو قدمنا الإصدار الثاني من ألعاب مستر بيست لاب سوارم؟ كان إيمري ليقدر ذلك كثيرا. كما الإثارة حول الإصدار الثاني من ألعاب مستر بيست لاب سوارم. كان يومنا الرابع في مصر يبدأ للتو. ذهبنا إلى مقبرة العمال وانضممنا إلى عملية التنقيب الجارية. سيكون اليوم رائعا، دعونا نستمتع بوقتنا. ما يجعل هذه اللحظة أفضل؟ شوكولاتة فيستيفلز. أوه، هناك للجميع؟ انظر إلى الأهرامات. سيكون ذلك أفضل مع الفيستيفلز. ومع تبقي 22 ساعة فقط ارتئينا أن نستبدل الجمال بشيء أسرع قليلا. جاهز يا جيمي؟ أجل، انطلقوا. هذا جنوني. مذهل جدا. هذا ممتع جدا. جنوني أن نكون بجانب الأهرامات الآن. لما كنا نركب الجمال. أشعر كأنني إنديانا جونز. نحن الآن عند مقبرة العمال، لنرى إن كان بوسعنا العثور على شخص ليرشدنا إلى مقبرة العمال. مجددا دكتور زاهي. تلك هي مقبرة بناة الأهرامات. وفقا لزاهي، هنا حيث دفن بناة الأهرامات حرفيا قبل أكثر من 4600 عام. في العديد من المقابر الأخرى يا جيمي ترى رسومات جميلة، ولكن هؤلاء الناس فقراء. هذه جميلة جدا. اسم هذا الرجل نفرفيس. عجبا. أعلم فيما تفكرون، فقط لأن الكتابات على الجدران تقول إن من بنوا الأهرامات مدفونون هنا لا يثبت أنهم مدفونون هنا حقا. وأنا فكرت بالأمر نفسه حتى رأيت هذا. مهلا. هذا ما أظنه. أهي جمجمة؟ زاهي، سأطرح عليك سؤالا لأنهم سيشككون في هذا. أنت لم تضع هذه الجمجمة هنا. لا، إنه الموقع الدقيق للهيكل العظمي منذ 4600 سنة؟ نعم، لم نحركه إطلاقا. وتسمح لي بالتنقيب عنه؟ هذا عمود فقري؟ نعم، اكتشفنا أن جميع الهياكل العظمية للرجال والنساء كانت تعاني من الإجهاد في الظهر. حسنا. لماذا؟ كانوا ينقلون كتلا تزن طنين. أجل، بالضبط. أنت ذكي جدا. هؤلاء لا شيء. حقا؟ لا تقولون شيئا. وهذا يجعلك
تقول إن الكائنات الفضائية لم تبني هذه الأهرامات. هذا أروع شيء فعلته. شكرا لأنك جعلتني أفعل هذا. ما زالت أمامنا مغامرة مذهلة. جميل، سوف نكشف الكثير من الأسرار لأول مرة أمام العالم. إنه لا يمزح. سنصعد إلى أعلى نقطة داخل الهرم الأكبر، والتي لم يصل إليها إلا أقل من 50 شخصا في التاريخ الحديث. هذا يوم مميز فعلا. رائع. ولكن قبل أن نصعد إلى قمة الهرم الأكبر نحتاج إلى استعادة طاقتنا في المخيم. أتعرفون لما جمعتكم هنا؟ لمصر القديمة؟ أهم من ذلك، الموسم الأول من سوارمز شرف على الانتهاء. كل قطعة سوارم موجودة حاليا، وهذه آخر مرة سترونها هنا. هذه أروع الأشياء على الكوكب. رامي، ألديك أبناء؟ نعم. سيحبون هذه؟ نعم، سوف يهوسون بها مدى الحياة. خذوا أي قطعة تنقص مجموعتكم لأنها ستنفذ إلى الأبد. هذه رائعة. سوارمز موجودة في والمارت، تارجت وأمازون في الولايات المتحدة، وأفضل متاجر توك توي حول العالم. إنها تنفذ بشكل سريع، لذا تأكدوا من الحصول عليها قبل أن تنفذ إلى الأبد. ألديكم لعبة هايبر كروم؟ صنعنا 1000 قطعة. مهلا، ما هذا؟ أوه حسنا، كارل أخذها. والآن ما تنتظرونه جميعا، سنصعد أخيرا إلى قمة الهرم الأكبر. هذا هو الجزء الذي سنتسلقه من الهرم. تمنوا الحظ لنا. ولنضمن استكشاف الهرم كله، اقترح دليلنا أنه قبل صعودنا لأعلى نقطة علينا التوقف عند أدنى نقطة، وهي على عمق مئات الأقدام تحت الهرم. لما ننزل إلى نفق بطول 91 مترا؟ طلبت أشياء لا يقوم بها أحد آخر. لما لم يبني الفراعنة سلما للقمة؟ لأنه الغرض الأساسي من الهرم حماية المومياوات والكنوز. الأهرامات تجعلني أندم على طولي. نعم، كان هذا اختيارا غبيا. انظر إلى مدى عمق هذا النفق. أكره كوني طويل القامة. قل إننا وصلنا لمنتصف الطريق. لا، لم نقترب حتى. ولم يكن يكذب. هذا النفق استمر لمئات الأمتار، ولكن بعدما يقارب الساعة من المعاناة عبر هذه الممرات الضيقة، ركبتاي أشعر وكأننا مدفونون أحياء يا جيمي. وصلنا أخيرا إلى القاع. واو، يمكنني الوقوف. هل من الطبيعي أن أشعر بدوار؟ زحفت لأكثر من 91 مترا. أشعر بألم في ركبتي. هذه ضخمة جدا. عندما اكتشفناها أول مرة أتينا إلى هنا، إلى